مش ممكن كل الحاجات دي تبقى عني. طبعا صح كده. انت عرفته، عرفت تبان عاقل وراسي لكن انت في الشعنانه ما تتوصاش. ايه ده عرفت ازاي يا عم؟ انت اللي دايما تيجي مذاكر وجايب الحاجات دي منين؟ لا ده المذاكره اوفر. طب استر عليا بقى، اكيد انت عارف حاجات تانية. اخر نكته. لا مش هلاقي حاجه مؤدبه. هاي مجدي، ازيك؟ يا حبيبي ازيك؟ ده ويسبر بوك، في حاجات عنك ومعلومات هنختبرك فيها ولعبه هنلعبها معاك. حاجات لذيذه كده. اسحب حاجات عنك. اول كتاب. اول كتاب. اوكي. حاجات عني. مش ممكن كل الحاجات دي تبقى عني. هبدأ معاك بسؤال بناتي، يعني خفيف يعني. بنات عاجبهم دقنك اللي لونها ده ابيض، وبنات بيقولوا لك اصبغها، انت ناوي على ايه؟ انا مش ناوي اصبغها، لست انا هذا الرجل ولا هذا الانسان. ممكن اللي دور، بس اصبغها لا. ناوي تطولها على طول ولا تسيبها؟ لا على حسب المود يعني. انا دلوقتي في مود ان انا اسيبها شهر كده لحد لما ارجع تاني التصوير. وانت صغير كانوا مسمينك العضاد، انت عرفته. السؤال هنا لو نويت تهبش وتعض حد وانت كبير ومتضايق، هيكون مين؟ لا يا عم والله شخصيا ما بتحبهاش؟ كنت طفل والله. لا هيبقى حاجه مثلا شخصيه سياسيه مثلا، ده اللي ممكن اخنقه او اعضه او كده. في العادي انت مش شخصيه عدائيه؟ لا خالص. لو حد عمل لك حاجه بتاخد حقك ازاي؟ والله بص، يعني انا عاده الحاجات بتخلص قبل لما ارفع ايدي او اطلعها من جيبي. في عندي درجه من الغضب بتخلص الحاجات قبل ما تبدا. وتقريبا برضه عشان انا طويل عامل كده، وصوتي برضه لما بيعلى بيبقى ناشف قوي، فالحاجات بتخلص دايما قبل اي حاجه. تبان عاقل وراسي لكن انت في الشعنانه ما تتوصاش. ايه ده عرفت ازاي؟ بأمارة ما عملت ميت في البحر واختك فضلت تعيط. يا ذكريات. طيب راسم دور التقيل ليه؟ انا مش راسم دور التقيل خالص. لا انا مش راسم والله، لا ادعي والله اي حاجه خالص. بس هو ساعات كده لكل مقام مقال يعني. ساعات ببقى يعني على حسب القعده. وانا عاده كمان شخص تاملي شويه. ممكن تلاقيني بتكلم جد او بقول معلومه او بتامل حاجه فيبان ان انا كده. بس غير كده انا بحب التفاهه جدا. بس عمرنا ما شفناك مهايبر. ما جاش دور برضه هايبره. بس انا في اللوكيشن مثلا انا طول الوقت بهزي، الا لو في طبعا مشهد صعب. كنت بتنط من ورا اهلك في النيل عشان تعوم يعني مرتين كده. قول لي اختلافين بين العوم في البحر والنيل. النيل طيب. النيل طبعا العوم اصعب. النيل حاجات كتير. انا عندي تعلق قوي جدا بالنيل لان كمان كنت بلعب تجديف سنتين، فطول الوقت في النيل، طول الوقت كنت يعني حتى بشرب منه. وموضوع برضو ان انا السباقات والبطولات ومش عارف ايه كلها مربوطه بالنيل جدا يعني. حتى ما كنتش بكسب في البحر، كنت بكسب في النيل، مع ان العوم هنا واحد وهنا واحد. اقصد في التجديف يعني. حتى التجديف حتى كان البحر دايما اخف اصعب. مش عارف. السؤال انا هتامله اكتر من كده. بما انك بتحب المطبخ الجزائري، احسن مطبخ، وبتحب اللحمه الحلوه، احلى حاجه في الحلوه. اولا هي ازاي لحمه وحلوه؟ زمان بتاكلها ازاي وانت نباتي؟ انا كنت نباتي 14 سنه، بس بقالي 4-5 سنين رجعت اكل لحمه. واللحمه الحلوه دي هي بتتعمل ايه؟ هم بيسلقوا اللحمه او يعني او كل الجزائريين بيعملوا كده، وبعدين بيحطوها مع شربات فتره ويسخنوها وبتاع مع الكمبوت ومع المشمش ومش عارف. حاجه متوحشه. واي حد يعني يظن انها ممكن تبقى وحشه هيغير رايه لما يدوقها. رجعت تاني تاكل لحمه ليه؟ هو الموضوع يعني كانت اسباب كتير ومراحل كتير. اولا اللايف ستايل بتاعي اتغير خالص يعني. اليوجي الرفيع التاملي اللي بيصوم اغلب الوقت ده ما بقاش كده. بقيت اغلب الوقت في اكشن مود كتير، بقيت بشتغل كتير. كان في برضو قرار ان انا اعمل شيء مختلف، زي ما تقول نقله في شغل. جه الانسه فرح ده في 2019 وانا كنت رفيع جدا يعني. وبعدين سالي والي المنتجه قالت لي انا عايزاك تبقى زي ده، فورتني سوبرمان يعني. فكان لازم اغير حاجات كتير قوي في حياتي. حاجات كتير اتغيرت شئت ام ابيت يعني بسبب الدور البسيط ده يعني. مش حاجه مركبه قوي، بس كان موضوع الواحد يعني يزيد وزنه ويبقى عضلات وبتاع، ده كان فيه تحدي كبير. وبعدين الموضوع عجبني يعني، حبيت العالم ده اكتر. سافرت الهند 5 شهور عشان يا عم انت اللي دايما تيجي مذاكر. سافرت الهند 5 شهور، عارف ان هم 5 كمان، عشان تتعلم يوجا. ولا كنت رايح وبالمره اتعلمت؟ وقول لي 3 فوائد اليوجا. الله، ده انت يا عم انت دايما بتقول حاجات ذكيه ولذيذه. انا اكتشفت الاول الفنون القتاليه في 2012 لما يعني ماي بيست فريند كده اتى من رحله علم ومعرفه طويله وبتاع. وبعد طه بالظبط يا عم. خلاص تيجي تقعد حاجات معايا حاجات عنك يعني. انتشلني من حاله اكتئاب كده في 2012 وبتاع. وبعد كده 2013 بدات اتمرن معاه، فده عمل فرق كبير قوي في يعني حتى في عقليتي يعني، في طريقه تفكيري
كل حاجه. في 2014 اكتشفت موضوع اليوجا بقى مع اول اختبار لليوجا في اول اسبوع لفيديو بسيط جدا على اليوتيوب. يعني حاجات كتير ظبطت في جسمي وفي عقلي يعني. فقلت هو ده اللي انا كنت بدور عليه. يعني هو ده البراكتس، التمرين، نوع التمرين ده اللي كنت ببحث عنه. ما كنتش لاقيه، مش لاقي له حتى اسطى، مش لاقي له استاذ. فقعدت ابحث بقى وجربت ناس كتير واتعلمت كتير لحد لما لقيت اللي انا عايزه في الهند. في 2017 سافرت وكانت خطه مخططه يعني، بس ما كانش فيها ارتجال خالص. لو في 3 فوائد، هي اليوجا اداه. فالاداه دي مفيده. من فوائدها يعني انك انت تعرف تسيطر على افكارك ومشاعرك وجسمك، وعندك ادوات تتعلمها عشان تعرف تعمل ده. ممكن اعتبر التلاته دول حاجه واحده ولا؟ ماشي. بس في حاجات كتير قوي، بس هو دي اهم حاجه. صحيح انت اشتغلت محامي يوم واحد بس؟ طب انت جايب الحاجات دي منين؟ لا ده مذاكره اوفر. طب استر عليا بقى، اكيد انت عارف حاجات تانية. صحيح انت اشتغلت محامي اليوم واحد بس. طب دخلت حقوق من الاول ليه؟ دخلت عشان ده جيلنا كان كده. يعني انا كنت عايز اخش المعهد، ما نجحتش اصلا في اول امتحان، وكنت عايز اخش اداب. فابويا قال لي يا ابني ما انت هتخش اداب، هتقرا كل اللي انت قاريه وهتقراه بسهوله. هو شجعني ابويا ان انا ادخل حقوق على اعتبار انه هنا في علم محدش بيعرف ياخده من في حياته العاديه. يعني دي الطريقه الوحيده لاكتسابه. يعني زي الطب والهندسه وكده لازم تقعد لها. وانا كنت ساعتها بلعب تجديف وبتاع، اصلا مش في دماغي قوي، وكنت يائس شويه ان انا ما دخلتش المعهد. فقلت خلاص مش مشكله يعني اعمل كده. مش عشان المجموع؟ ما هو كان المجموع طبعا، ما المجموع يا اما اداب يا اما حقوق. اوكي. واقتنعت بموضوع اداب ده لانه كان فعلا مفيش داعي قوي. يعني لو اشتغلت محامي الايام دي، قول لي ايه القضيه اللي هتدافع عنها، وقول لي حته من المرافعه. يا عم انا بص، بتسالني حاجات انا بتخش في الجد على طول. هي القضيه الفلسطينيه بكل تاكيد. وانا كنت شاطر في القانون الدولي، فاحب ان انا لو كنت محامي احب ان يبقى ليا دور في التحكيم الدولي. بس حته المرافعه لا، صعبه عليا. طب قولي لو قدامك نتنياهو هتقول له ايه؟ موجود في قفص الاتهام. قفص الاتهام؟ لا، لو في قفص الاتهام مش محتاج اقول حاجه بقى، خلاص هو ده الامل. بس قلت ان الشخص اللي عارف وعايز ايه وعايز يوصل لايه ده انسان نادر. ممكن توضح من فضلك؟ هو اصله ان الواحد يبقى عايز دي صعبه في ايه؟ في انك انت في حاجات انت بتبقى محتاجها وفي حاجات انت عايزها. فانت عايز الحاجات، يعني انت عايز حاجه، انت ليه عايزها؟ لانك محتاج حاجه تانية. يعني مش كل اللي انت عايزه انت محتاجه، انت عايز حاجه لانك محتاج من وراها حاجه. فالحاجه اللي انت محتاجها دي انت ممكن تحصل عليها من غير الحاجه اللي انت عايزها. وصلت ولا نعيد؟ وصلت والله وصلت. يعني انك انت عايز حاجه دي مجرد رغبه مش احتياج. بس هي موجوده الحاجات عشان نعرف نحقق بيها احتياجات. الحاجات اللي احنا محتاجينها بجد بشكل عميق هي موجوده من غير اصلا الحاجات. لا مش فلسفتي يعني. ده مش انا ما طلعتش بيها يعني، انا متبنيها. سؤال جماهيري، مش بنشوفك ليه في ادوار كوميديه كتير؟ وبمناسبه قول لنا بقى اخر نكته سمعتها. انا نفسي اعمل كوميدي وجات كذا حاجه كده، بس ما كانتش الكوميديا اللي انا بدور عليها. انا نفسي في حاجه تبقى فعلا يعني تضحكني وانا بقراها، ويبقى الموضوع فعلا دمه خفيف. وهو تحدي كبير، الكوميديا مش سهله خالص. الكوميديا درجات وانواع وكده، واصلا نادره. الكوميديا الجيده نادره. نفسي طبعا ابقى في حاجه كوميدي، نفسي. اوكي يا رب قريب. السؤال اللي بعده. اخر نكته؟ لا مش هلاقي حاجه مؤدبه، خلينا في السؤال. قول لنا حاجه اكتشفتها عن ريهام حجاج بعد مسلسل اتينا. انت شفت ده واحنا بنصور، شفت ان احنا الاثنين تقريبا بنضحك زي بعض، اللي هو عندنا الحته دي. فطبعا دي كانت لذيذه جدا يعني. كنا بنضحك بعض واحنا بنضحك يعني. عارف انا بضحك فهي تضحك فهي تضحك فانا. كانت لذيذه جدا. خلصنا الكتاب ده؟ خلاص الكتاب ده خسر بصراحه. شوف الكتاب اللي بعده بقى. اهبد ما يهمكش. اوكي، اهبد براحتك. هنختبر معلوماتك في حاجات انت شاطر فيها، ولو ما عرفتش تجاوب اهبد براحتك، ومهدي هيغششك الاجابه. الاختبار الاول والمحاماه والحقوق. مين اول محاميه مصريه؟ اهبد ما يهمكش. اهبد؟ اهبد ما يهمكش. ليلى علوي. لا مش ليلى. بعيده. حد اسمه مفيد عبد الرحمن، اول امراه مصريه محاميه. مش هجيبها. يلا الف بعد. 3 فنانات عملوا ادوار المحاماه. ليلى علوي. سلام. غادة عبد الرازق. صح. مي عمر. اوكي. ليه المحامي بيلبس روب اسود؟ هو في كذا نظريه، بس هي النظريه المعترف بيها ان هو المحامي لازم يبقى نوترال، لازم ما يبقاش ليه شخصيه، لازم ما يبقى محايد.
ولازم يلبس كمان مع الاسود حاجه بيضة عشان دي اللي تعمل الكونتراست بين الابيض والاسود، فيها النقاء وفيها الانقاء. طب والله صح، مش محتاج تهبط، برافو. تفتكر ليه بيقولوا على المحامي في مصر متر؟ هو بيقولوا كده اصلا لانها بتتقال كده في فرنسا، صح. وانه في فرنسا هو المتر ده اللي هو زي السيد، مش مقصود بيها المزوره، فهي كلمه فرنساوي. احنا كمان القانون المصري هو قانون فرنساوي. خلاص جامد. ألست في واحده بس. الاختبار الثاني اليوجا. من اوضاع اليوجا التحلب ده. لا، دي اختيارات، دي اختيارات. ده بختار. بتختار. التحلب واليعسوب والعقرب. اليعسوب صح. اصل اليوجا يوناني باكستاني ايراني. هو انا متاكد انه هندي. صح، ولا حاجه من دول، برافو. اسم الممثله اللي كانت بتلعب يوجا في فيلم العائله زيزي. لا ما اعرفش. ليلى شعير. ليلى شعير. ايوه. لا ما اعرفهاش. المعنى الحرفي لكلمه يوجا. يوجا بتيجي من الكلمه القديمه يوج، ويوج معناها يونيون اي الوحده. الله، جينا في ملعبك. متشكر قوي والله، كتاب جميل. يلا نلعب. اوكي، اول ورقه بس. هنلعب معاك لعبه جس ذا سيلبرتي. لو معرفتش هنحكم عليك حكم. جاهز؟ مش قوي. اقلب الكتاب. انا هسالك يعني. اسالني. اوكي، فهي انثى. هي انثى. ثلاثينيه. اصغر شويه عشان الستات ما يحبوش يبان سنهم. حديثه. مش حديثه. مش قوي يعني، هي نجمه يعني عملت مسلسل بطولتها. عملت 3 مسلسلات بطولتها. مي عمر. لا. احنا الزاهد. لا. ريهام. بالظبط، حكوا زي بعض. انا خلصت. متشكر جدا. مبسوط بالكتاب. تحفه. بس يعني فيري سمارت.